في عداوات عائلية كتير في المصارعة الحرة، لكن في عيلة واحدة بس غيرت التاريخ، عيلة ماكمان اللي انتوا اخترتوا نتكلم عليها النهاردة. من راجل بسيط مهاجر في نيويورك لحد امبراطورية عالمية اسمها WWE. قصة ماكمان مش بس عن فلوس ومجد، دي كمان عن صراع دم حقيقي اتعرض قدام عيوننا كلنا. تعالوا نرجع لورا ونشوف الحكاية من أولها. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Woo! The best there is, the best there was. Just a sexy boy. حكاوي المصارعة. هي تبدأ مع جيس ماكمان، مهاجر ايرلندي بسيط في اوائل القرن العشرين. كان بيحب الرياضة وخصوصا الملاكمة. اشتغل منظم نزالات صغيرة في نيويورك، ومع الوقت قال ليه ما نجربش المصارعة. في العشرينات والثلاثينات كان بينظم عروض في ماديسون سكوير جاردن، كان بيجيب اسماء كبيرة وقتها زي جيم لوندوس. ساعات كان بيخلط عروض المصارعة والملاكمة مع بعض. لكن جيس مات سنة 1954، بس اللي جه بعده كان اذكى. الابن فينسنت جيمس ماكمان المعروف بفينس سينيور، ده الراجل اللي أسس رسميا شركة كابيتال ريسلينج وانضم ل NWA. كان عنده السيطرة على نيويورك واشنطن وبالتيمور، يعني واحدة من أهم المناطق في المصارعة وقتها. فينس الأب كان هادي محافظ مش بيجاسف، اعتمد على أسطورة زي برونو سامارتينو اللي مسك اللقب أكتر من 8 سنين وحافظ على الاتحاد في أمان. لكن ابنه فينسنت كينيدي ماكمان ما كانش راضي بالهدوء ده، كان عنده طموح أكبر من كده بكتير. في 82 فينس الابن اللي كان موجود في الاتحاد كمذيع اشترى الشركة من ابوه. الراجل ده كان عايز يغير اللعبة كلها. ساعتها كانت المصارعة ماشية بنظام الأقاليم، كل منطقة لها اتحادها، لكن فينس قال لأ، أنا هكسر القاعدة دي وأنا هعمل اتحاد عالمي World Wide Wrestling Federation WWF. رجع هالك هوجان من AWA وقرر يخليه البطل الخارق بتاع أمريكا كلها. في 85 قرر يعمل أول ريسلمانيا. تخيلوا معايا، فينس راهن بكل فلوسه تقريبا، لو العرض فشل كان هيفلس. لكن ريسلمانيا نجح بشكل جنوني، وظهر فيه نجوم من هوليوود وموسيقى البوب جذبوا العديد من المشاهدين الجدد للاتحاد. النتيجة المصارعة لأول مرة بقت سبورتس انترتينمنت. بعد ما فينس كسب الرهان الأول في ريسلمانيا قرر يرفع الرهان أكتر وأكتر. سنة 87 عمل ريسلمانيا 3 في بونتياك سيلفر دوم قدام أكتر من 93 ألف متفرج، رقم قياسي وقتها. الليلة دي اتسجلت في التاريخ، والسبب الرئيسي كان مواجهة واحدة، هولك هوجان ضد أندريا ذا جاينت. أندريا كان أسطورة حية، عملاق محدش يقدر يهزمه لسنين طويلة. هوجان كان البطل الخارق لأمريكا كلها. الجمهور كان شايفها مستحيلة، ازاي هوجان يرفع عملاق وزنه فوق 230 كيلو. ولكن في لحظة خالدة، بادي سلام اوف ذا سنشري، ورفع أندريا ذا جاينت ورماه على الأرض. الصوت اللي طلع من الجماهير وقتها كان أشبه بانفجار بوب حقيقي. اللحظة دي مش بس خلت هوجان أيقونة، دي رسخت إن WWF مش مجرد مصارعة، ده عرض عالمي بيكسر القلوب ويصنع الأساطير. الثمانينات بعد كده اتسمت بهوكامانيا، وفينس ماكمان بقى إمبراطور. دخلنا على التسعينات وفينس أصبح ملك متوج، ولكن كان قدامه كابوس. أول ضربة قضية المنشطات سنة 92 هزت الاتحاد من جوه. الصحافة والإعلام اتهموا WWF إن أغلب النجوم بيستخدموا ستيرويدز، وتدمر صورة الشركة قدام الناس. تاني ضربة كانت ظهور WCW، ونجوم الثمانينات بيهربوا واحد ورا التاني عليها. ناس زي هولك هوجان، راندي سافيج، حتى سكوت هول وكيفن ناش، كلهم راحوا للجنوب مع تيد تيرنر، وهناك عملوا ال NWO اللي كسر الدنيا. وفجأة WWF بقت مهددة تنهار. فينس لقى نفسه قدام أزمة، الجماهير بدأت تسيب العروض. في اللحظة دي عشان يتأقلم مع الوضع تنازل عن قناعته وراهن على ناس ما كانش مقتنع بيهم زمان. قرر يعتمد على بريت هارت وشون مايكلز، رغم ان حجمهم اصغر من نجوم الثمانينات، لكن مهاراتهم في الحلبة كانت مذهلة. كمان بدأ يعتمد على مصارعين شباب سابوا WCW لانهم ما خدوش فرص هناك، زي ذا اندرتيكر اللي بقى اسطورة في WWF، ستيف اوستن اللي تحول لاحقا لايقونة اتيتيود ايرا، داستن رودز اللي اصبح شخصية جولدست، هانتر هيرست هيلمزلي اللي العالم حاليا يعرفه باسم تريبل اتش. لكن اللحظة اللي قلبت الدنيا كلها كانت سنة 97، مونتريال سكرو جوب. فينس خدع بريت هارت قدام العالم كله في سيرفايفر سيريس، ومن هنا ظهرت للعالم شخصية جديدة، هي شخصية الشرير المتسلط مستر ماكمان. من اللحظة دي بدأت الاتيتيود ايرا، قصص جريئة، عنف، لغة صادمة، والأهم عداوة أسطورية بين مستر ماكمان وستون كولد ستيف أوستن. العداوة دي مش بس أنقذت WWF، دي رجعت الاتحاد يتصدر قدام WCW ورفعت المصارعة كلها لقمة جديدة. نروح بقى لأكتر فصل درامي في القصة كلها، العداوة العائلية. شين ماكمان من وهو طفل بيشتغل جوه الاتحاد، مرة ماسك كاميرا، مرة حكم، مرة مذيع. لكن لما كبر
بدأ يحس انه في ظل ابوه. فينس بيدي السلطة لنفسه وستيفاني، لكن شين لا. سنة 99 بدأ التوتر يظهر قدام الكاميرات. العيلة المفروض تبقى متحدة دخلت في حرب. خليني احكي لك حبة محطات من لحظات الصراع ده. في 99 في عز ذا كوربوريشن ما كانت مسيطرة، شين بدأ يظهر كابن متغطرس، واحد واخد مكان ابوه في الإدارة. بدأ الخلاف يظهر لما فينس حس ان شين بيزودها وعايز يسيطر اكتر من اللازم. نوصل لعرض ريسل مانيا 15 في مارس 99. شين بيواجه اكس باك على لقب يوروبيان شامبيونشيب، وبينتهي الماتش بمساعدة من تريبل اتش وشاينا، وشين بيحتفظ باللقب. فينس وقتها كان بيدعم شين، لكن الشرخ بدأ يتسع ما بينهم. بعد كده نوصل لريسل مانيا 2000 في مين ايفنت تاريخي، ميك فولي ضد بيج شو ضد ذا روك ضد تريبل اتش على لقب الاتحاد. كل في مصارع معاه فرد من عيلة ماكمان في الكورنر بتاعه. فينس مع ذا روك، شين مع بيج شو، ستيفاني مع تريبل اتش، وليندا مع فولي. هنا شفنا العيلة كل واحد فيهم بقى في ركن مختلف، وكانت إشارة إن الصراع العائلي بقى رسمي قدام الجمهور كله. وصل للقمة في انفجار مارس 2001. فينس ظهر في نايترو ويعلن قدام الدنيا كلها إنه اشترى WCW، لكن المفاجأة في عرض رو اللي بعده على طول الكاميرا تتحول من فينس على شين جوه قاعة عرض WCW، بيقول جملته التاريخية: الحقيقة يا أبي اللي اشترى WCW هو أنا شين ماكمان. دي واحدة من أعظم لحظات الريسلينج هيستوري. الجمهور انفجر، القصة خدت منحنى جديد تماما، غزو بس بطابع عائلي. ده أدى إلى مباراة ما بينهم في ريسل مانيا 17 أبريل 2001، مباراة ستريت فايت ما بين شين ماكمان وفينس ماكمان، يعني مفيش قوانين وكل حاجة مسموحة. حكم خاص ميك فولي اللي كان كوميشنر وفينس طرده، بس ليندا رجعته وخلته حكم مخصوص للماتش ده. القصة كلها معقدة جدا. فينس كان بيخون ليندا مع تريش، الأم واقفة مع ابنها، حين ستيفاني واقفة مع أبوها ضد شقيقها. شين استخدم أسلوبه المتهور، قفزاته وحركاته خطيرة. فينس استخدم أسلوبه القاسي وضرب ابنه بصندوق الزبالة قدام عيون ليندا اللي كانت قاعدة على الكرسي جنب الحلبة، المفروض إن هي كانت لسه فايقة من غيبوبة. فينس شالها وطلعها قعدها جوه الحلبة عشان تيجي اللحظة الأسطورية وليندا تقوم فجأة من على الكرسي، الجمهور ينفجر، وركبت فينس في مكان حساس قدام العالم كله. الجمهور اتجنن، ودي كانت لحظة انتظار رمزي للعيلة ضد جمهور فينس. بعدها شين نفذ قفزة كوست تو كوست الشهيرة بتاعته من ركن الحلبة للناحية التانية، ضربة في وش أبوه وفينس يقع والجماهير تصرخ وميك فولي يعد 1 2 3. شين ماكمان انتصر على ابوه في واحدة من أكثر اللحظات الدرامية في تاريخ ريسل مانيا، وكان تتويج لعداوة عائلية اتباعت زي فيلم هوليودي والجمهور عاش معاها لحظة بلحظة. التقوا مرة تانية في رو في أكتوبر لفريق ألاينز وخيانته لفينس وفريق WWF. بعد فترة هدوء شين رجع تاني، بس المرة دي عشان يصطدم مع كين اللي كان اعتدى على والدته ليندا في 2003. فينس وقف مع كين وده زود الكراهية بينه وبين ابنه. شين وقتها دخل سلسلة مباريات عنيفة جدا مع كين في سمر سلام وفي السرفايفر سيريس 2003، وفينس ما كانش طرف مباشر في الماتشات، ولكنه كان دايما واقف ضد ابنه، وكمان كان داخل العداوة في نفس الوقت ضد بنته ستيفاني ماكمان. ولعبوا ماتش اي كويت في نوميرسي 2003 فاز بيه مستر ماكمان. اما في 2006 فشين بقى المره دي في صف ابوه مش ضده، وساعدوا في الاول في عداوته ضد شون مايكلز، وبعد كده دخلوا في عداوه الاثنين مع بعض ضد شون مايكل وتريبل اتش دي اكس. العداوه هنا كانت اكتر اتحاد عيله ضد خصم خارجي، ورجعت شين في صف ابوه تاني، واستمر الفكره دي لغايه 2009 لما شين وستيفاني وقفوا ضد اورتن واللاجاسي بعد ما اورتن ضرب فينس ماكمان، ودي كانت من المرات القليله اللي شفنا فيها العيله كلها متجمعه ضد خطر واحد. انا لازم انقذه. فينس في اللحظة دي استخدم سلطاته ليحاول يمنع ابنه من السيطرة، والنتيجة كانت ان في مباراة ما بين شين واندرتيكر في هيل ان سيل ريسل مانيا 32. الماتش انتهى بسقوط شين من فوق القفص في واحدة من اخطر لحظات تاريخه، وتثبيت اسمه في قائمة المصارعين المجانين اللي دايما بيضحوا باجسادهم. اما اخر محطة كانت 2021. فينس ظهر مع شين في افتتاح ريسل مانيا 37 كنوع من الاعتراف ان القصة مش دايما صراع، لكن في الاخر هي عيلة واحدة مهما حصل. وسط كل ده ستيفاني ماكمان كانت بتكبر في الإدارة. في القصة على الشاشة اتجوزت تريبل اتش سنة 99 في زفاف وهمي، ولكن في الحقيقة اتجوزوا سنة 2003. الاتنين بقوا ثنائي قوي مش بس في الشاشة لكن كمان في الكواليس، ومع الوقت أصبح ستيفاني زي تريبل اتش قوة حقيقية بتحكم الاتحاد. دلوقتي بعد أكتر من 40 سنة سيطرة من فينس الدنيا اتغيرت. فينس تقاعد في 2022 بعد فضايح مالية وقواضي كتير. تريبل اتش بقى هو الرجل الأول في الكواليس. عيلة ماكمان أثبتت إن المصارعة مش مجرد عرض، دي صناعة كاملة قامت على ظهر عيلة واحدة، لحد ما دلوقتي الاتحاد اتباع لشركة تيكو او. فاضل حاجة واحدة بس أسألكوا،
ايه هو اكتر اسلوب مصارعة بتحبوه؟ الاسلوب الامريكي الترفيهي بتاع WWE، ولا الياباني العنيف المعروف بسترونج ستايل، ولا المكسيكي السريع بتاع لوتشا ليبري، ولا الكندي التقني اللي قدمه اساطير زي بريت هارت وكريس بنوا؟ اكتبوا في الكومنتات ونشوف ايه اسلوب ملك الحلبة الحقيقي بالنسبة لكم. وما تنساش اللايك والشير والاشتراك، وتابعونا من اجل المزيد من الاثارة والدراما مع حكاوي المصارعة.